بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من مطبخ نادر سليمان إن شاء الله النهاردة من مدينة جمصة ومن منطقة البلد اسمها أو الحتة مصنع السكر. من منطقة مصنع السكر بجمصة اللي هي بتزرع فيها البطيخ يا جماعة. قلبشو. بطيخ قلبشو المعروف طبعا كل الناس بتعرفه. والنهاردة إن شاء الله معانا الحاج أحمد هنسأله وهنعرف إزاي البطيخ بيتجمع ازاي وبيتقطع ازاي والبطيخه الحمراء بتتعرف ازاي والبطيخ كويس. ان شاء الله هيجيبنا معانا الحاج احمد. الحاج احمد بالنسبه للبطيخ يعني بيتاخد بيقعد قد ايه في الارض على ما يطلع؟ والله حسب الزارع، ممكن الزارع يشتغل معاك 3 شهور ويطلع، وممكن الزارع يشتغل معاك 4 شهور ويطلع. بس هو الشهر اللي بيطلع فيه اللي هو المظبوط اللي هو شهر 6 اللي هو 6 اول 6 يعني. احنا بنبدا بقى من نقول من 10/5 تبقى زرع يعني لسه من نص 5 يعني. من نص 5 تبدا تشوف اللي هو بدا يحمر بيقطع بتحمر. بنخش الزرع نقطع ونطلع. وبس في اول 6 بيبقى البطيخ طبعا لان الصحراوي هنا بيبقى ضاغط في السوق، واحنا بنكن شويه على ما الصحراوي يخف شويه. طب احنا بنسمع دايما يقول لك حاجه اسمها الندى نزل عليها او يحمرها في وقت معين ولا؟ لا هو الزرع له وقت بيحمر. الوقت له وقت بيحمر. انت بتعالجه بقى من العاهات اللي بتخشه. ندوه ودوده وحمراء وبتاع بنرشه وبنستحمله على ما بيطلع الناتج بتاعه دي. وان شاء الله ما شاء الله يعني البطيخ يا جماعه زي ما حضراتكم شايفين اهوت. طبعا دلوقتي ده حصاد البطيخ بنجمع دلوقتي لان طبعا البطيخ بيبدا يطلع زي ما حضراتكم شايفين. ده بطيخه اسمها مش نميرو، دي بطيخه أيوه. مصري واحد. الايه؟ مصري واحد. ده بطيخ مصري واحد نمره واحد يعني. اسمها البطيخه مصري واحد. البطيخه مصري واحد. اسمها مصري واحد. طبعا يا جماعه دي زي ما حضراتكم. في شيء اسمه نميرو وفي شيء اسمه سكاتي. يعني دي انواع البطيخ. وفي شيء اسمه جيزي. يعني البطيخ جيزه؟ جيزي. افضل حاجه الجيزي. والسكاتي والنميرو ورا بعض ومصري واحد انواع. ده 4 انواع للبطيخ. 4 انواع للبطيخ. احسنهم الجزاوي اللي هو بيطلع بدري شويه. ايوه. طبعا ده مصري واحد بطيخ يعني حلاوته حلوه، مقارب للجيزه في الاكل. واحسن من مسكر يعني. يا جماعه طبعا البطيخ بيبقى احمر بس ملوش مش مسكر. طبعا ده المصري نمره واحد، حاجه هي زي الجيزه كده نمره واحد يعتبر، بيبقى حاجه حمراء ومسكره ما شاء الله. وبرده دي بطيخه برده مفتوحه قدامنا يا جماعه زي ما حضراتكم شايفين اهيت. ما شاء الله يعني هي بطيخه جميله في الاكل. بطيخه حمراء وسكر بسم الله ما شاء الله. البطيخ طبعا مش محتاج اي تعليق. طبعا معانا طبعا الحاج احمد متخصص في زراعه البطيخ. هو البطيخ يا جماعه مش اي حد بيقطعه، صح ولا لا؟ اي حد. لازم يكون حد فاهم. طيب البطيخه يا حاج عشان نعرف البطيخه اللي هي بتبقى حمراء بتتعرف ازاي؟ يعني انا احب نعرف الناس اللي بيجي يشتري بطيخه يقعد يطبل عليها كده احنا بنعرفها من غير ما نطبل عليها. من شكلها مثلا؟ من شكلها، لان احنا يعني من كتير بقالنا كتير في نفس المجال. فبنراعي على البطيخه بنعرف هي حمراء ولا خضراء. طب لما نحب نعرف الناس يعني ننصحهم ازاي ما يجي ياخد بطيخه يعرف هي حمراء يعرفها بلاش يطبل عليها. البطيخه اغلبيتها بيبقى فيها سيور اللي هي زي دي. سيور زي دي كده. ده طالما فيها سير زي دي كده تعرف ان البطيخه حمراء. بلاش نخبط دي بقى مكان النحل بيقولوا او حاجه زي كده. لا دي طيبان. اسمها شامه في البطيخ. بطيخ عامل شامه. طيبان او عامل تصير كله. تصير من غير ما نطبل عليها ولا نراعيها. بس هو بيقولوا دايما عند اللي هي البذره اللي زي كده اللي هي يقول لك تبقى ناشفه تبقى حمراء. لا دي من الرمل. لا دي من الرمل. دي اسمها قاعده البطيخ. القاعده دي يقولوا انا اسمع ان يقولوا لما تبقى ناشفه تبقى مستويه. لا دي قاعده البطيخه على الرمل. بتعمل البياض دي. لا دي قصدي على دي قاعده البطيخه. يقول لك لما تبقى خضراء تبقى مش مستويه. لا ناشفه تبقى مستويه. ما تشرطش يا باشمهندس. ما تشرطش يا استاذ. لان دي اساس القمع بتاع البطيخه. يعني القمع ده ملوش دعوه بحمار وخضير. لكن نعرفها من الشكل. طب الشكل بتاعها يبقى ظروفه ازاي يعني عشان الناس؟ بطيخه عاطيه غمقان شويه. بتدي غمقان. فكده طالما اللي هي نايحه او اللي هي حمراء. طالما ادت غمقان خلاص كده تعرف ان هي اتقطعت. ورغم احنا ما بننزلش الزرع الا مرتين 2. ما بننزلش الزرع الا مرتين 2. ناخد منه وش ونصنه شويه وناخد الوش الثاني. ايوه. طبعا يا جماعه زي ما حضراتكم شايفين كده ده البطيخ كده وهو لسه طالع من الارض. طبعا زي ما حضراتكم الناس بتشيل اهوت. طبعا هم بيقطعوا وبيجمعوا ويجيبوا هنا عشان تبدا العربيات تيجي تحمل. البطيخ قدامكم اهوت. طبعا احنا بنصور لكم من الارض مباشر. طبعا اول شهر 6 ده البطيخ الصح بقى اللي هو المظبوط اللي هو بتاع قلبشو زي ما بيسموه عندنا هنا في المنطقه. قلبشو بطيخ قلبشو. دي مالوش دعوه بالصحراوي خالص. يعني ده بعيد عن الصحراوي خالص. هات يا ابو احمد.
فان شاء الله زي ما حضراتكم شايفين كده برضه هنستعرض معاكم ازاي هم بيشيلوا وبيحملوا. حضراتكم شايفين الناس اهي تبدا تحمل البطيخ من هناك كده، ويبداوا يجيبوه يجمعوه عشان يحطوه هنا عشان العربيات تيجي تحمل، لان طبعا الاراضي مزنوقه في بعضها اهو. ما شاء الله البطيخ اهوت. احنا بس حابين نعرفكم من الارض مباشر ازاي البطيخ بيقطعوه وبيطلعوه، بنعرف ازاي البطيخه المظبوطه من البطيخه اللي هي مش يعني حمراء او كده. اهلا انا محمود. يا محمود يلا تاخد البطاقه لغايه دي يا محمود. انا كنا بس بنحملها بقى في البتاع وانت طالع. اولها في ايه؟ القنبله واخدها وانا طالع. اشتغل على كتفك كنت ما اعرفش اطلع. طبعا زي ما حضراتكم شفتوا يا جماعه احنا كده استعرضنا معاكم ازاي بيطلعوا البطيخ من الارض، البطيخ بيتجمع امتى وازاي. زي ما حضراتكم شفتوا كده مع الحاج احمد، وهنستعرض معاكم ازاي اللي هم اهو بيجمعوها على اول الارض زي كده، وعرفنا ازاي بيعرفوا البطيخه الحمراء، ويبداوا بقى يحملوا على الجرار كده عشان يطلعوا بره. زي ما حضراتكم شايفين كده. اذا حبينا بس نشرح لكم كده من ارض البطيخ مباشر. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش من اللايك والشير الجميل بتاعكم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.